السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ والله احنا قلنا طالما احنا دمسنا الفول كده مع بعض نعمل شوية فول ايه بطماطم وبدقة الفلفل والثوم. معانا هنا فلفل بس حار، يعني عايزة تحطي بارد حطي. هو جرن واحد بس من الفلفل، ومعانا شوية من الثوم وهنضربها في الكبة اليدوية دي. انا عايزة اقولكم ان الكبة دي مفيش غنى عنها، سهلة وسريعة جدا. ماشي، مش بتحتاج منك مجهود. تنفع مثلا للبصل بتاع المحشي، تنفع للبصل الحواوشي، تنفع للخضرة تقطعيها فيها. بصراحة أنا مش بستغنى عنها، يعني قلت بس أقولكوا عليها ووريها لكم كده. يعني تستفادوا برضو، رخيصة على فكرة، مش غالية. يعني مش عنده ميني بروف، مش عنده كبة، يجيب دي سهلة وخفيفة وتنفع معك في مصيف، في مكان، أي مكان يعني. وكده احنا دلوقتي يا جماعة هنحط بقى الزيت ايه على النار، ونحط مع الدجة بتاعتنا الفلفل والثوم، وهنشوحهم شوية لما نشم ريحة الايه الثوم والفلفل، يعني ندبلهم كده مع بعض. ماشي. وبعد كده ايه هنبقى مجهزين معانا 3 طماطميات مقطعينها حتت صغنونة، هننزل بيهم دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده. ماشي. وايه وهنحط عليهم شوية من المية عشان الطماطم دي تدبل. ونسيبها شوية على النار، وبعد كده زي ما انتم شايفين كده دبلت، هنروح حاطين، مش ننشفها قوي يعني. بعد كده هنروح ايه هرسين الفول في طبق، ونروح ايه نازلين بيه زي ما انتم شايفين معايا كده، وحاطين كمون وحاطين شوية ايه من الملح. هي الأكلة دي سريعة وخفيفة على فكرة، وتعملها مثلا فطار، عايزة غدا مفيش مشكلة، وتجلي معها بطاطس وباذنجان وبيض، يعني حلوة يعني. وعايزة تعملها عشاء في أي وقت بتمشي يعني، ممكن في فطار رمضان، في سحور رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، خلاص رمضان على الأبواب، اللهم بلغنا رمضان يا رب، احنا جميعا في أحسن حال. ماشي. وزي ما انتم شايفين كده بسيبها بقى دقيقتين 3 كده مع الطماطم، تاخد وتدي كده مع بعضيها وبس. وبعد كده ايه عايزة بقى تاكلها بعيش بلدي، عيش أبيض بقى، زي سندوتشات اللي انت عايزاه. بعد كده انا حطيتها بقى في الطبق، وجيبت معاها كيس شيبسي علشان يفتح نفس الاولاد، يعني مش عملت بطاطس صراحة ولا حاجة. وبس كده، هي اكلة سريعة وبسيطة، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.